السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب تانية ثانوي. افتكر معايا كده المحاضرة اللي فاتت خدنا الهضم في الفم والبلعوم والمريء، والنهارده جايين نكمل عملية الهضم في المعدة والأمعاء. افتكر معايا كده يا شباب الهدف من عملية الهضم. والله يا دكتور الهدف من عملية الهضم هي تحويل الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة. يعني الهدف إن أنا أحول الكربوهيدرات إلى سكريات أحادية، إن أنا أحول اللايبيدات إلى أحماض دهنية وجليسرين، ان انا احول البروتينات الى احماض امينيه. هو ده الهدف من عمليه الهضم. واحده واحده بقى، بعد ما خدنا المره اللي فاتت الهضم في الفم والبلعوم والمريء، النهارده جايين نتكلم عن الهضم في المعده. تعالى بقى نتكلم عن الهضم في المعده. بص يا شباب، المعده دي يا شباب عامله زي البالونه. عامله زي ايه؟ عامله زي البالونه. فيها من فوق فتحه اسمها فتحه الفؤاد، وتحت فيها فتحه اسمها فتحه البواب. واحده واحده يا دكتور. يعني ايه فتحه الفؤاد؟ بص يا سيدي، فتحه الفؤاد دي عباره عن عضله حلقيه عاصره. عضله ايه؟ عضله وفهمناها. يعني ايه بقى حلقيه؟ حلقيه يعني العضله دي شبه الحلقه. العضله دي شبه الحلقه، فبنقول عليها عضله حلقيه عاصره. ايوه يا دكتور، بتعمل ايه بقى فتحه البواب؟ قال لك فتحه البواب بتقفل لما يكون الهضم شغال في المعده. ليه يا دكتور؟ عشان الاكل ما يرجعش تاني من المعده الى المريء. يبقى فتحه الفؤاد دي بتتقفل ليه؟ عشان الاكل ما يرجعش من المعده الى المريء. بص يا شباب، المعده دي عامله زي الخلاط. المعده دي عامله زي ايه؟ عامله زي الخلاط. عارف انت كده لو ربنا كرمكم وجالكم ضيف وحبيتوا تعملوا عصير، بتعملوا ايه؟ بتعملوا العصير في الخلاط، بس بتقفلوا الخلاط من فوق. ليه بتقفلوا الخلاط من فوق؟ بنقفل الخلاط من فوق يا دكتور عشان العصير محتوياته ما تطلعش بره، صح؟ نفس الموضوع، احنا بنقفل المعده من فوق عشان الاكل ما يرجعش من المعده الى المريء تاني. يبقى احنا بنقفل المعده من فوق ليه؟ عشان الاكل ما يرجعش من المعده الى المريء تاني. ولو الاكل رجع من المعده الى المريء يا شباب بيسبب حرقان في المريء قوي. يعني بيسبب في المريء حرقان قوي، وبيعمل مرض اسمه ارتجاع المريء، عافانا الله وعافاكم. يبقى دي فتحه الفؤاد عباره عن عضله حلقيه عاصره. وفتحه البواب يا شباب برضو عباره عن عضله حلقيه عاصره. عرفنا يعني ايه عضله، وعرفنا يعني ايه حلقيه، يعني شبه الحلقه، وعاصره يعني بتقفل. تمام؟ تعالى بقى واحده واحده نعرف المعده دي ايه دورها في عمليه الهضم. قال لك المعده دي يا شباب بتفرز العصير المعدي. بتفرز العصير المعدي. العصير المعدي ده يا شباب 90% منه ميه. يبقى العصير المعدي ده يا شباب 90% منه ميه. وايه تاني؟ قال لك كمان في حمض الاتش سي ال، حمض الهيدروكلوريك. بيعمل ايه يا دكتور حمض الاتش سي ال؟ قال لك حمض الهيدروكلوريك بيوقف عمل انزيم الاميليز اللعابي. ايه يا دكتور؟ هو انزيم الاميليز اللي اتفرز في البق لسه شغال؟ ايوه طبعا لسه شغال. صلي على رسول الله. احنا قلنا ان درجه نشاط الانزيم بيتوقف على ايه؟ والله على درجه الحراره والاس الهيدروجيني. طيب انا عايز اقول لك ان الفم درجه حرارته هي درجه حراره البلعوم، هي درجه حراره المريء، والبي اتش بتاع الفم هو البلعوم، هو المريء. فانزيم الاميليز طول ما هو ماشي في الفم والبلعوم والمريء لسه شغال. يبقى انزيم الاميليز اللي احنا بنفرزه في البق طول ما هو ماشي في الفم والبلعوم والمريء شغال. ليه؟ لان البي اتش مش تغيرت ودرجه الحراره مش تغيرت. اول ما بيوصل للمعده بيفرز حمض الاتش سي ال، وحمض الاتش سي ال من اسمه بيخلي الوسط حمضي. ولما الوسط يبقى حمضي يبقى الوسط اللي بيشتغل انزيم الاميليز فيه اتغير. ما اصل الانزيم الاميليز ده بيشتغل في وسط قاعدي. طيب لما يلاقي الوسط حمض ايه اللي هيحصل؟ هيتثبط، نشاطه هيقف. يبقى اول حاجه حمض الاتش سي ال اللي هو بيخلي الوسط حمض بيعمل ايه؟ بيوقف انزيم الاميليز. ليه؟ لان الانزيم الاميليز عشان يشتغل محتاج ان الوسط يبقى قاعدي، والاتش سي ال ده بيخلي الوسط حمضي، فالاتش سي ال بيوقف عمل انزيم الاميليز بتاع اللي هو الفم. تاني حاجه يا شباب الاتش سي ال بيقتل الميكروبات. يعني الميكروبات اللي داخله مع الطعام الاتش سي ال بيقتل الميكروبات اللي داخله مع الطعام. الاكل بتاع بره او ممكن اكل البيت يكون فيه بعض الميكروبات. الميكروبات دي بتتقتل بايه؟ قال لك الميكروبات دي بتتقتل عن طريق حمض الاتش سي ال. تاني حاجه يا شباب، تالت حاجه يا شباب، العصير المعدي ده بيكون فيه انزيم البيبسينوجين. انزيم ايه؟ انزيم البيبسينوجين. وانزيم البيبسينوجين ده اول ما بيلاقي حمض الاتش سي ال بيتحول الى انزيم بيبسين. يبقى تالت حاجه يا شباب في العصير المعدي انزيم اسمه انزيم البيبسينوجين. وانزيم البيبسينوجين ده اول ما بيلاقي حمض الاتش سي ال بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى بيبسين. عايز اقول لك ان انزيم البيبسينوجين ده انزيم غير نشط، يعني انزيم مش شغال.
وعايز اقول لك حاجه يا شباب، اول ما تلاقي حته جين دي اعرف جين دي يعني خامل. فالبيبسينوجين يعني البيبسين الخامل. البيبسينوجين يعني ايه؟ يعني البيبسين الخامل او الغير النشط. البيبسينوجين ده يا شباب ما بيتحولش الى انزيم نشط الا في وجود حمض ال HCl، لان حمض ال HCl ده بيغير البيبسينوجين من بيبسينوجين الى بيبسين، وادام اتحول الى بيبسين يبقى هو كده انزيم نشط. ايوه يا دكتور بقى، انزيم البيبسين النشط ده بيعمل ايه؟ قال لك انزيم البيبسين النشط ده بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد. يبقى انزيم البيبسين النشط ده بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد. يعني ايه يا دكتور بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد؟ بص يا سيدي، تخيل كده معايا سلسله مكونه من 200 حمض اميني. سلسله مكونه من ايه؟ سلسله مكونه من 200 حمض اميني. ال 200 حمض اميني دول بيقول عليهم بروتينات. بيقول عليهم ايه؟ بيقول عليهم سلسله بروتينيه، يعني بروتينات. لو كسرت السلسله اللي فيها 200 حمض اميني دي لاربع اجزاء، كل سلسله فيها 50 حمض اميني، يبقى انا كده حولت البروتينات الى عديدات بيبتايد. يبقى يا دكتور عديدات البيبتايد دي يعني جزء صغير من البروتينات. يعني دلوقتي لو معايا سلسله بروتين فيها 200 حمض اميني وكسرت السلسله دي كل واحده ل 50 حمض اميني، ال 50 الحمض اميني دول بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم عديدات البيبتايد. يبقى السلسله اللي فيها 50 حمض اميني بيقول عليها ايه؟ بيقول عليها سلسله عديد البيبتايد. يعني من الاخر بكسر سلسله البروتين الطويله الى سلاسل صغيره. الى ايه؟ سلاسل صغيره من عديدات البيبتايد. هو ده اللي بيعمله البيبسين. طيب سؤال يا دكتور، انا عايز اقول لك ان جدار المعده بيتكون من بروتين. جدار المعده ده يا شباب بيتكون من بروتين. انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى، ليه انزيم البيبسين ما بياكلش جدار المعده؟ يعني ليه انزيم البيبسين ما بيحولش البروتين الموجود في جدار المعده الى سلاسل من عديدات البيبتايد؟ قال لك بص يا سيدي، بص يا شباب، الخلايا اللي بتفرز انزيم البيبسينوجين هي خلايا موجوده هنا اهوت في جدار المعده، تمام؟ هي دي الخلايا اللي بتفرز انزيم البيبسينوجين. بس انا قلت لك ان انزيم البيبسينوجين ده انزيم غير نشط، ما بيتحولش الى انزيم نشط الا في نص المعده، في المكان ده كده. ما بيتحولش الى انزيم نشط الا في نص المعده، في المكان ده، تمام؟ طيب ماشي يا دكتور، مش هو هنا بقى بيبسين؟ ليه البيبسين ده ما يرجعش تاني الى جدار المعده ويحلل البروتينات اللي موجوده فيه الى احماض الى عديدات البيبتايد؟ قال لك اصل من حكمه ربنا اللي هو حط هنا طبقه مخاطيه كثيفه. يبقى من حكمه ربنا ان هو حط هنا ايه؟ حط هنا طبقه مخاطيه كثيفه. طب ليه يا دكتور ربنا حط هنا طبقه مخاطيه كثيفه؟ قال لك اصل بلام هنا في طبقه مخاطيه كثيفه، البيبسين ده هيتمنع ان هو يرجع للبروتين الموجود في جدار المعده. فادام البيبسين ما وصلش لجدار المعده فمش هيقدر يحول البروتينات الموجوده في جدار المعده الى عديد بيبتايد. يبقى من حكمه ربنا ان هو حط هنا طبقه من المخاط. ليه؟ عشان تمنع البيبسين من العوده مره اخرى الى جدار المعده ويمنع من تحلله الى عديدات بيبتايد. يبقى ليه يا شباب البيبسين ما بيحولش البروتينات الموجوده في جدار المعده الى عديدات بيبتايد؟ بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود هنا طبقه مخاطيه كثيفه. بسبب وجود هنا ايه؟ طبقه مخاطيه كثيفه بتمنع البيبسين من العوده مره اخرى الى جدار المعده. دي يا شباب كانت الهضم في المعده. قلنا المعده بتفرز العصير المعدي 90% منه ميه، في منه HCl اللي بيوقف عمل انزيم الاميليز وبيقتل الميكروبات، وفي منه كمان انزيم البيبسينوجين اللي بيتحول في وجود حمض ال HCl الى بيبسين، والبيبسين ده بيحول بروتينات الى عديدات البيبتايد، يعني سلاسل صغيره من البروتين. طيب يا شباب، بعد ما خلصنا الهضم في المعده تعالى واحده واحده كده ناخد الهضم في الامعاء. طيب ناخد الهضم في الامعاء. اول يا شباب بنوصل للامعاء بيحصل فيه مشاكل غريبه جدا، بنلاقي الكبد زعلان. فراح اقول له زعلان ليه يا عم الكبد؟ بيقول لي بص يا دكتور الغدد اللعابيه طلعت لعاب وانا غلبان ما طلعتش حاجه. نقول له يا عم طلع اللي انت عايزه بس طلعه في الامعاء. فالكبد يا شباب بيطلع عصارته اسمها العصاره الصفراويه. العصاره الصفراويه بتاعت الكبد دي يا شباب بتحول الدهون الى مستحلى دهن. يبقى الكبد بيفرز ايه؟ بيفرز عصاره صفراويه. العصاره الصفراويه دي يا شباب بتحول الدهون الى مستحلى دهني. بس خلي بالك دلوقتي ان احنا موجودين في الامعاء، يعني الكبد بيفرز العصاره الصفراويه بيفرزها فين؟ بيفرزها في الامعاء.
يبقى الكبد بيحول الدهون الى مستحلب دهني. يعني ايه يا دكتور دهون؟ تخيل معايا دي يا شباب قطره من الدهون، دي قطره من الدهون. العصاره الصفراويه بتحول القطره دي لمجموعه من القطرات صغيره كده، مجموعه قطرات صغيره من الدهون بنسميها مستحلب دهني. يبقى الكبد يا شباب بيحول الدهون اللي هي القطره الكبيره دي، يروح مكسرها مجزأها الى ايه؟ الى حاجه بنقول عليها مستحلب دهني. يبقى كل شغل العصاره الصفراويه انها بتحول الدهون الى ايه؟ الى مستحلب دهني، يعني مجموعه صغيره من القطرات. يعني مثلا لو عندي قطره كبيره من الدهون بجزأها الى مجموعه من القطرات، هي دي اللي بيقول عليها مستحلب دهني. يبقى هي دي اللي بيقول عليها ايه؟ مستحلب دهني. بس كده يا عم، كده البنكرياس طلع عصارته اللي هي العصاره الصفراويه. بس في كمان واحد زعلان، مين؟ البنكرياس. البنكرياس يقول لك يا عم هو انا مش غده ملحقه زي الغدد اللعابيه وزي الكبد؟ نقول له اه انت كده غده ملحقه. يقول لي خلاص طب ما افرز عصارته انا كمان. نقول له يا عم العصاره اللي انت عايز تفرزها افرزها فين؟ افرزها في الامعاء الدقيقه. بس البنكرياس عنده شرط واحد، يقول لك ايه؟ يقول لي يا دكتور انا الانزيمات اللي انا بفرزها لازم انها تشتغل في وسط قاعدي. يبقى الانزيمات اللي بتتفرز في الامعاء الدقيقه لازم تتفرز في وسط ايه؟ لازم تتفرز في وسط قاعدي. فيقول لي بص يا دكتور الاكل جاي من المعده والمعده فيها HCl، يعني الاكل جاي في وسط حامضي HCl، وانا محتاج ان الوسط يكون قاعدي. اعمل ايه؟ نقول له يا عم افرز لك قاعده قويه، فيروح فارز لي بيكربونات الصوديوم NaHCO3. بيكربونات الصوديوم دي قاعده قويه، والاتش سي ال ده يا شباب حمض قوي، فيروح القاعده ماسكه في خناق الحمض وكسباها. فيروح القاعده ماسكه في خناق الحمض وكسباها، وبتحول الى الوسط الى وسط قاعدي عند البي اتش 8. يبقى بتحول الوسط الى وسط قاعدي عند البي اتش ايه؟ عند البي اتش 8. يبقى العصاره البنكرياسيه بدايه كده يا شباب بتفرز بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم دي بتعمل تفاعل تعادل مع الاتش سي ال وبتحول الوسط الى وسط قاعدي عند البي اتش 8. طب ليه يا دكتور بتحول الوسط الى وسط قاعدي؟ قال لك عشان الانزيمات الموجوده في الامعاء الدقيقه او اللي بتتفرز في الامعاء الدقيقه مش بتشتغل الا في وسط قاعدي. يبقى الانزيمات الموجوده في الامعاء ما بتشتغلش الا في وجود وسط قاعدي. طيب تاني حاجه يا شباب العصاره البنكرياسيه دي عصاره غشاشه. فالبنكرياس اول ما بيفرز عصارته بعد ما فرز يعني بيكربونات الصوديوم يروح طالع على الفم فوق، يقول لي الفم كده في الدرة ولا هو انت فرست ايه؟ يقول له والله فرست الاميليز اللعابي. يقول له بس انا هفرز الاميليز البنكرياسي سهله. فهو بقى يروح يسال الفم انت فرست ايه؟ يقول له اميليز لعابي، فيقول لك انا كمان هفرز اميليز بنكرياسي. طب يا دكتور الاميليز كان بيعمل ايه؟ والله الاميليز كان بيحول النشا الى مالتوز. يبقى الاميليز كان بيحول النشا الى ايه؟ بيحول النشا الى مالتوز. يبقى البنكرياس ده عيل غشاش، راح طالع على الفم فوق قال له النبي هو انت بتفرز ايه؟ قال له انا بفرز انزيم الاميليز اللعابي، وانزيم الاميليز ده بيحول النشا الى مالتوز. يقول له بس انا هفرز الاميليز البنكرياسي وهخليه يحول النشا الى مالتوز برضه. يبقى هو بيعمل زي الفم بيعمله، ده اميليز لعابي وده اميليز بنكرياسي، وده بيحول النشا الى مالتوز وده بيحول النشا الى مالتوز. عارف ليه اصلا احنا سميناه اميليز؟ عارف ليه احنا سميناه اميليز؟ بص يا شباب اميل ده اميل يعني نشا، اميل يعني نشا، وايز يعني تكسير. يبقى اميليز على بعضها يعني الانزيم اللي بيكسر النشا. يبقى اميليز على بعضها هو الايه؟ هو الانزيم اللي بيكسر النشا. فالنشا بتتحول بانزيم الاميليز البنكرياسي، والاميليز ده يعني الانزيم اللي بيكسر النشا الى مالتوز، الى ايه؟ سكر ثنائي اللي هو سكر المالتوز، اللي هو افتكر معايا كده كان سكر الشعير. تاني حاجه يا شباب في العصاره البنكرياسيه انزيم التريبسينوجين. وانزيم التريبسينوجين ده البنكرياس نزل لتحت شويه وراح غشه من المعده. البنكرياس يا شباب راح رايح برده بعد ما عمل من الفم وغش منه، راح قال للمعده يا معده هو انت بتطلع ايه؟ قال له والله يا عم انا بطلع انزيم اسمه البيبسينوجين وبحوله في وجود حمض الاتش سي ال الى انزيم بيبسين. يبقى هو يروح يغش من المعده يقول لها هو انت بتطلعي يا معده بتطلع بيبسين ايه؟ فيقول له يا عم والله انا بطلع انزيم اسمه البيبسينوجين واحوله بالاتش سي ال الى بيبسين. يقول لك بس انا بقى هطلع انزيم اسمه التريبسينوجين واحوله بالانتيروكاينيز الى تريبسين. يقول لك يبقى هو راح غش من المعده موضوع البيبسين. البيبسينوجين بيتحول بالاتش سي ال الى بيبسين، فيقول لك برضو انا التريبسينوجين هحوله بالانتيروكاينيز الى تريبسين. يبقى التريبسينوجين اللي هو انزيم غير نشط هيتحول بالانتيروكاينيز الى تريبسين
نشط. طيب يسكت على كده؟ لا، يروح يكمل غشه من المعده، يقول للمعده هو معلش كده البيبسين بتاعك كان بيعمل ايه؟ تقول له والله البيبسين بتاعي كان بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد. يقول لها سهل، انا التريبسين بتاعي هيحول البروتينات برضو الى عديدات بيبتايد. يبقى التريبسين بيعمل ايه يا شباب؟ بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد. بيحول ايه؟ بيحول البروتينات الى عديدات بيبتايد. نفس البيبسين برضو كان بيحول بروتينات الى عديدات بيبتايد، برضو التريبسين بيحول بروتينات الى عديدات بيبتايد. يبقى الواد البنكرياس ده عيل غشاش. اول حاجه راح غش انزيم الاميليز من الفم، وراح مطلع هو برضو اميليز بنكرياسي. وبعد كده راح غش انزيم البيبسين من المعده، وهو راح طلع تريبسين اللي هو بتاع البنكرياس. تمام. بس صراحه البنكرياس عمل حاجه واحده يشكر عليها. عمل ايه؟ فرز انزيم اسمه انزيم اللييز. فرز انزيم اسمه انزيم اللييز. انزيم اللييز ده يا شباب بيحول المستحلب الدهني الى احماض دهنيه وجليسرين. يبقى انزيم اللييز بيحول المستحلب الدهني الى احماض دهنيه وجليسرين. سؤال كده، هضم الليبيدات خلص ولا مش خلص؟ والله يا دكتور انا هدفي من عمليه الهضم ان احول الليبيدات الى احماض دهنيه وجليسرين. الله، ده اللييز يا دكتور حول لي الليبيدات الى احماض دهنيه وجليسرين. يبقى كده هضم الليبيدات ضن، يعني كده الليبيدات خلاص اتهضمت. يبقى يا شباب انزيم اللييز هو اللي بينهي لي هضم الليبيدات، لانه بيحول المستحلب الدهني الى احماض دهنيه وجليسرين. انزيم اسمه انزيم اللييز. خلي بالك في الاخر في كلمه ايز دي يعني تكسير، فما اقول لييز يعني الانزيم اللي بيكسر الليبيدات. ده اللييز الانزيم اللي بيكسر ايه؟ الليبيدات. وبكده يا شباب هضم الدهون خلص. طب عايز اسالك سؤال، مادة بتبدأ هضمها في الأمعاء وبتنتهي هضمها في الأمعاء، ده مين؟ والله يا دكتور ده الليبيدات. أول حاجة بدأنا هضمها في الأمعاء، الدهون تتحول لمستحلب دهني. بعد كده نهينا هضمها في الأمعاء، المستحلب الدهني بيتحول باللييز إلى أحماض دهنية وجليسرين. يبقى مادة بتبدأ هضمها في الأمعاء وبينتهي هضمها في الأمعاء هي مين؟ هي الليبيدات. طيب انا كده يا شباب بالنسبه لي الليبيدات تم هضمها. طيب نخش بقى على العصاره المعويه. مين يا دكتور العصاره المعويه دي؟ يعني العصاره اللي بتفرزها الامعاء. ما احنا دلوقتي خدنا العصاره الصفراويه اللي هي بتاعه الكبد، وخدنا العصاره البنكرياسيه اللي هي بتاعه البنكرياس، فالمفروض بقى ناخد العصاره المعويه اللي هي بتاعه الامعاء. فيا شباب العصاره المعويه دي اول حاجه بتروح فرزه انزيم اسمه انزيم البيبتيديز. انا عايز واحد زي كده يقول لي يعني ايه انزيم البيبتيديز. خلي بالك هو بيبتيد ايز. يعني ايه بيبتيديز؟ يعني يا دكتور ايز ده يعني تكسير، صح؟ يبقى بيبتيديز يعني الانزيم اللي بيكسر عديدات البيبتايد. يبقى البيبتيديز هو الانزيم اللي بيكسر عديدات البيبتايد. بيعمل ايه يا دكتور في عديدات البيبتايد؟ بيحول عديدات البيبتايد الى احماض امينيه. يبقى انزيم البيبتيديز بيحول عديدات البيبتايد الى ايه؟ الى احماض امينيه. طيب يا دكتور سؤال، هل كده هضم البروتينات خلص ولا مش خلص؟ والله يا دكتور هو انا البروتينات كلها انا كنت عايز احولها الى احماض امينيه. طيب هل البروتينات اتحولت لاحماض امينيه؟ يبقى انزيم البيبتيديز يعني الانزيم اللي بيكسر عديدات البيبتايد حول لي عدات البيبتايد الى احماض امينيه، وبكده هضم البروتينات برضو خلص. يبقى الليبيدات اتحولت بانزيم اللييز يعني الانزيم اللي بيكسر الليبيدات الى احماض دهنيه وجليسرين، وعديدات البيبتايد اتحولت بالبيبتيديز الى احماض امينيه. والله يا ابني الاحياء سهله بس انت تركز فيها، والله العظيم الاحياء سهله مع دكتور محمد حافظ بس انت تركز فيها، بس هي سهله معانا صراحه. المهم يبقى كده يا شباب احنا خلصنا هضم الليبيدات وهضم البروتينات. فاضل مين يا فندم؟ فاضل الكربوهيدرات. انا كان عندي يا دكتور الكربوهيدرات عايز احولها الى سكريات احاديه. طيب هو احنا يا شباب سكريات ثنائيه تنفع معانا؟ لا، انا لازم سكريات احاديه. طيب هل الانسان بياكل سكر السكروز؟ ايوه يا دكتور، سكر السكروز اللي هو سكر القصب. ممكن الانسان لو كل قصب ياخد سكر السكروز اللي هو سكر ثنائي، فانا محتاج اكسر سكر السكروز ده الى فركتوز وجلوكوز. افتكر معايا كده. طيب هل يا دكتور الانسان ممكن يكون عنده سكر مالتوز؟
اللي هو سكر الشعير. ايوه يا دكتور، سكر المالتوز اللي هو بيتكسر بالنشا، النشا بتتحول الى مالتوز، فالمالتوز ده محتاجين ان احنا نحوله الى جلوكوز وجلوكوز. طيب هل الانسان ممكن يكون عنده سكر اللبن؟ لما الانسان يشرب لبن مش ممكن يكون في الامعاء عنده سكر اللاكتوز؟ ايوه يا دكتور، ممكن يكون عنده سكر اللاكتوز، فمحتاجين ان احنا نحول سكر اللاكتوز ده الى سكريات احاديه. واحده واحده بقى، تعالى معايا. اول حاجه المالتوز. المالتوز اللي النشا اصلا في الفم بيتحول لمالتوز، والنشا في البنكرياس بيتحول لمالتوز. فاول حاجه كده نمسك انزيم المالتوز، نقسم سكر المالتوز. سكر المالتوز يا شباب بيتكسر بانزيم، شوف بقى انت هتعرف تقول ولا لا، بانزيم اسمه المالتيز. مالتيز، حطينا في الاخر كلمه ايز. يعني ايه مالتيز؟ يعني الانزيم اللي بيكسر المالتوز. يبقى مالتيز هو الانزيم اللي بيكسر المالتوز. المالتوز بيتحول بالمالتيز اللي هو الانزيم اللي بيكسر المالتوز الى جزيء جلوكوز وجزيء جلوكوز. ما اصل يا شباب سكر المالتوز اللي هو اصلا كان سكر الشعير عندنا، اصلا هو بيتكون من جلوكوز وجلوكوز. افتكروا اولى ثانوي، سكر المالتوز بيتكون من ايه؟ من جلوكوز وجلوكوز. يبقى سكر المالتوز بيتكسر بانزيم اسمه انزيم المالتيز الى جلوكوز وجلوكوز. طب هل كده يا دكتور هضم المالتوز خلص ولا مش خلص؟ اه يا دكتور، ما اصل الجلوكوز ده سكريات احاديه، وانا اصلا عايز احول الكربوهيدرات الى سكريات احاديه، يبقى كده هضم المالتوز تم. طيب السكروز يا شباب، حد بقى عاقل كده يقول السكروز هيكسر بانزيم اسمه ايه؟ والله السكروز يبقى هنحط له إز في الاخر، فهيتكسر بانزيم اسمه سكريز. يبقى السكروز هيتكسر بانزيم اسمه السكريز. طب يا دكتور السكروز ده كان بيتكون من ايه؟ هقول لك السكروز ده كان بيتكون من جلوكوز زائد فركتوز. يبقى السكروز هيتكسر بانزيم اسمه السكريز الى فركتوز وجلوكوز، الى فركتوز وجلوكوز. يبقى السكروز ده سكر ثنائي، هنكسره بانزيم اسمه السكريز الى فركتوز وجلوكوز. اخر حاجه عندنا يا شباب، لو انت جيت تشرب لبن فالمفروض اللبن فيه سكر اسمه سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن. فسكر اللبن ده يا شباب بيتحول بانزيم اسمه، حد بقى يقول لي اللاكتوز، يبقى نحط اس في الاخر، يبقى نقول ايه؟ اللاكتيز. اللاكتيز يعني الانزيم اللي بيكسر سكر اللاكتوز. اللاكتوز ده يا شباب بيتحول بانزيم اسمه انزيم اللاكتيز الى جلوكوز وجلاكتوز، الى جلوكوز وايه؟ الى جلوكوز وجلاكتوز، جلوكوز وجلاكتوز. يبقى اللاكتوز بيتكسر بانزيم اسمه اللاكتيز الى جلوكوز وجلاكتوز. الحصه النهارده يا شباب اغلبها حفظ، فانا حاولت ان انا اسهلها لك على قد ما اقدر وافهمك فيها حاجات وايه، واخليك كده يعني فاهم اكتر من ما انت تكون حافظ. فقلت لك على المالتيز، السكريز، اللاكتيز، كلمتك عن المستحلب الدهني باللييز يعني الانزيم اللي بيكسر اللايبيدات، فكلمتك اكتر من مره بحيث انك تفهم الماده. فاحنا كده يعتبر هضم الكربوهيدرات خلص، لان حولت السكريات الثنائيه الى سكريات احاديه، وانا ادام وصلت للسكريات احاديه يبقى انا بالنسبه لي هضم الكربوهيدرات خلص. وانا قلت لك في البدايه ان الهدف من عمليه الهضم هي تحويل الكربوهيدرات الى سكريات احاديه، والكربوهيدرات الحمد لله اتحولت لسكريات احاديه. واللايبيدات الهدف منها انها تتحول الى احماض دهنيه وجليسرين، وانا قدرت ان انا احول اللايبيدات الى احماض دهنيه وجليسرين. والبروتينات الهدف منها ان انا احول لاحماض امينيه، وانا الحمد لله بانزيم اسمه انزيم البيبتيديز قدرت ان انا اوصل لاحماض امينيه. يبقى كده عمليه الهضم خلصت. بسرعه كده وبسرعه وبسلاسه دول احنا خدنا النهارده. خدنا المعده وعرفنا ان المعده هي لبلونه بتبدا بفتحه فؤاد وتنتهي تحت بفتحه البواب، والمعده بتفرز العصير المعدي. بعد كده دخلنا على الامعاء. عايز اقول لك كده كلمتين على الامعاء عشان لما تيجي تقرا في الكتاب. الامعاء يا شباب في البدايه بيكون سمكها كبير، يبقى في البدايه هنا بيكون سمكها كبير عباره عن 3.5 سم. يبقى الامعاء في البدايه بتبقى ايه؟ بتبقى 3.5 سم، انما هنا الامعاء في البدايه بيكون سمكها 1.25 سم. يبقى في نهايه الامعاء السمك بيكون ايه؟ 1.25 سم. والامعاء دي يا شباب بتكون اكتر من التواء، بتتغلف في غشاء اسمه غشاء المصاريقه. طيب دي كلمتين كده كنا عايزين نقولهم على الامعاء عشان لما تيجي تقرا في الكتاب. اتكلمنا عن الامعاء وقلنا ان فيها عصاره صفراويه، دي بتحول الدهون الى مستحلب دهني، ودي بتفرز من الكبد. بعد كده العصاره البنكرياسيه اللي هي بتتفرز من البنكرياس. اول حاجه بتفرز بيكربونات الصوديوم عشان تخلي الوسط قلوي اللي هو عند بي اتش 8. بعد كده البنكرياس ده راجل غشاش، فبيطلع اول حاجه يروح سائل الفم، هو انت بتطلع ايه؟ يقول له بطلع اميليز لعابي، فيقول له برضه انا هطلع اميليز بنكرياسي هحول بيه النشا الى مالتوز. بعد كده يروح يغش من المعده، يقول لها هو انت بتطلعي ايه؟ يقول له والله انا بطلع بيبسينوجين بحوله ب اتش سي ال الى بيبسين.
يقول لها برضه انا هطلع التريبسينوجين وهحوله بالانتيروكاينيز الى تريبسين. فيقول له يا عم هو انت البيبسين عندك كان بيعمل ايه؟ فيقول لك البيبسين عندي كان بيحول بروتينات الى عديدات بيبتايد. فيقول لك برضه انا التريبسين عندي هيحول بروتينات الى عديدات بيبتايد. وكل الناس سقفت ومرافع عليك ومش عارف ايه وخد اللقطه، بس هو اصلا في الاخر راجل غشاش. بعد كده صراحه البنكرياس عمل حاجه من دماغه وفرز انزيم اسمه اللايز، وانزيم اللايز ده بيحول المستحلب الدهني الى احماض دهنيه وجليسرين. وانا كده بالنسبه لي اللايبيدات كده خلصت هضمها في الامعاء الدقيقه ادام وصلنا لاحماض دهنيه وجليسرين. بعد كده اتكلمنا عن العصاره المعويه اللي هي بتتفرز من الامعاء. وقلنا ان العصاره المعويه دي اول حاجه بيكون موجود عديدات البيبتايد. عديدات البيبتايد دي بتتكسر بانزيم اسمه البيبتيديز، عباره عن ان انا بسود كلمه ايز في الاخر فاقول بيبتيديز، يعني الانزيم اللي بيكسر عديدات البيبتايد بيكسرها الى احماض امينيه. وده اللي انا كنت عايز اوصل له اصلا في البدايه، لان البروتينات المفروض انها تتكسر الى احماض امينيه. بعد كده يا شباب المالتوز اتكسر بالمالتيز الى جلوكوز وجلوكوز، والسكروز اتكسر بالسكريز الى فركتوز وجلوكوز، واللاكتوز اتكسر باللاكتيز الى جلاكتوز وجلوكوز. وده اللي انا كنت محتاجه من عمليه الهضم. وبكده يا شباب عمليه الهضم في الانسان تخلص. حصه او محاضره كلها حفظ ولازم تحفظها كويس قوي قوي. حاولت ان انا ابسطها لك على قد ما اقدر، فحاول تذاكر اول باول ما تضيعش وقت، واعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من اصدقائك، وافتكر ان الدال على الخير فاعله. ويلا اشوفك في فيديو جديد.